عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ولرمضان فضائل، والعمل الصالح فيه نعم العمل الصالح. فلنذكر أولا الاعتكاف في رمضان. والاعتكاف هو أن تحبس نفسك في بيت الله، في المسجد، في قريتك، في مدينتك، أن تحبس نفسك لله وتعبده بذكره وعبادته ليل نهارا. هذا الاعتكاف أقله يوم ليلة، ولا يصح بنصف اليوم أو بنصف الليلة أو بليلة دون يوم أو يوم دون ليلة. لا بد وأن يكون يوم وليلة، وأكمله وأفضله العشر الأواخر من رمضان، إذ اعتكف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 21 إلى نهاية رمضان. الاعتكاف حبس النفس في بيت الرب. نعم يقدم له أكله وشربه، سحوره وإفطاره، نعم يأكل ويشرب، يخرج للميضة يتوضأ ويعود، لكن ليس هناك كلام ولا بيع ولا شراء ولا سؤال ولا جواب، منقطع إلى الله تمام الانقطاع. هذا الاعتكاف، اعتكاف يوم الليلة يكفر الله به ملايين الذنوب والآثام. اعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، الآية الكريمة. وكان المعتكفون في الزمن الأول بالعشرات في القرية الواحدة. هذا الاعتكاف من أفضل العبادات في رمضان، وهو انقطاع عن الدنيا والبيع والشراء والعمل والنكاح والجماع والضحك واللعب، وهو حبس النفس في بيت الرب، سواء كان المسجد كبيرة أو صغيرة، في قرية أو في مدينة. إن استطاع على الأقل 3 ليالي، 3 أيام، وإن عجز يوم وليلة. وإن أراد أن يكمل الاعتكاف ف10 أيام، العشر الأواخر من رمضان، إذ سن ذلك وسلم وشرعه الله له وقواه عليه وأقدره، فاعتكف 10 أيام في رمضان. من هذه الفضائل في رمضان العمرة، الاعتمار، وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف به ثم السعي بين الصفا والمروة. هذه الزيارة لبيت الله في شهر رمضان تسمى عمرة. والرسول الكريم يقول: عمرة في رمضان تعدل حج معي. من أجل هذه نرى المؤمنين والمؤمنات يسارعون إلى العمرة في رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينك وبينه 1421 عام، كأنما حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا من استطاع منا لا تفوته عمرة في رمضان فليفعل. والاعتمار سنة مؤكدة، فضيلة من فضائل الأعمال، وكونها في رمضان أفضل بكثير من كثير.
عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل والأعمال الصالحة في رمضان تلاوة كتاب الله عز وجل، الصدقات بالمال، إطعام المساكين وإشباعهم والفقراء، صدقة في رمضان تعدل الصدقة في غير رمضان، ذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم والواردة في كتاب الله، والإقبال على الله في رمضان من أفضل العبادات وأشرفها. الاعتمار والاعتكاف والصدقة، هذه ثلاثة ما ننساها، نعمل جهدا على أن نقوم بها ونفوز بفضلها وأجرتها وأجرها. ثم للصيام فضائل أخرى، منها البدنية. الصيام من فوائده البدنية قبل الروحية أنه يخفف من ثقل الجسم، الجسم الثقيل باللحم والسمن يخففه الصيام. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا، الصيام من يتم الحديث، الصيام صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، هذا أمر وإلا لا؟ ويبين العلة للصيام ما هي، صوموا تصحوا، وهذا يشمل رمضان وطول العام. والصالحون يصومون الاثنين والخميس من كل أسبوع، من كل أسبوع يصومون نصف شهر شعبان. من المؤمنين من يصوم يوما بعد يوم، وهذا نبي الله داود عليه السلام أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم يوما بعد يوم، وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.